ربما يغير الافكار ديالو، ولكن هذه شيء من المستحيل لانه عارف القوه ديال المنتخب من الطريقه ديالو لحساب المقابله الاولى، فهو خرج يضغط على المنتخب. هذه كره عند ادريس رئيس فني، فرصه ديال الهدف الاول. اول محاوله كان بامكانه انه يضعف في الشباك. اليوم جميع الاماكن يعني كنشوف انه ممتلئه على اخرها، كل كيسانات. يعني في تصريح للقناه الرياضيه واللي كنت خديت معها تصريح، قال بانه انا اللي عليا الضغط كبير. المسرار كيلعب هذه الكره، قال عليا الضغط، فلا بد كتبقى عند واحد الشيء من الصبر. إدريسي كرة مازال كان بإمكانه أن يكون هدف. إسماعيل مازال الذي يجيد التصويب، لعبها أرضية، لعبها بشكل ممتاز، ولكن التواجد ديال اللاعب رقم وهنا كنشوف هجمه مرتده مضاده، تصويبه الحارس وكره مباشره الى خارج الخط الخلفي من الملعب. هذا جواو هو اللي لمس الكره، اخر لاعب لمس الكره في التشكيله ديال المنتخب الانغولي على الصوره. جواو مرر الشعراوي، كان بامكانه انه يصوب ولكن اختار التمرير من جديد. الشعراوي عنده العمليه الهجوميه، محاوله للمنتخب الوطني المغربي. هدف الاول كيضيع العيان، هو اللاعب اللي الصحيه اللي كنا تابعناها ديال يوسف جواد. هذه عمليه هجوميه، كره هدف اول المنتخب الوطني المغربي عن طريق بوريت اللي كيتمكن من وضع الكره في المرمى، كيعلن على افتتاح التسجيل، كيعلن على نهايه العقم التهديفي. هدف اول بشكل ممتاز، طريقه جميله، تمريره في العمق، نظام ديال الحارس وبوريت كيكمل الكره. لاحظوا تمريره ديال البقالي، بعد ذلك دريس رئيس فني، العين الثاقبه، وينهي هذه الكره بوريت بصوره رائعه، يضع الكره في الشباك معلنا على الهدف الاول. وانطلقت الاحتفاليه هشام. استغلال جيد. البحث اللي كيرجع من جانب المنتخب الانغولي، كيسجلوا هدف ديال التعادل، هذه هفوه في الدفاع، واللاعب اللي تمكن من وضع الكره في المرمى هو اللاعب رقم 11 اللي هو اديريتو سانتوس، اللاعب اللي كيلعب في نادي جيس لواندا الانغولي، مواليد 2001. هذا الهدف كنا نتمناو ما يتسجلش في شباك المنتخب الوطني المغربي، هو سادس اهداف المنتخبات التي لعب مع المنتخب الوطني المغربي في هذه الكاس الافريقيه. تمريره داخل منطقه الجزاء، وتمريره كانت مركزه من جانب لاعب رقم 9 اللي هو إلبير غارسيا. القيام بالضغط على حامل الكره، كره مغربيه متواصله، عمليه ممتازه، محاوله افتتاح مسرار راسيه ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. وكنظن بان اللاعب فريق اف سي برشلونه، الفريق الاول الفريق الاسباني، كره هذه اماميه صعيبه الى خارج الخط الخلفي، كاينه زاويه. المنتخب الانغولي واضحه، فهو منتخب الان شفناه من بعد 9 ديال الدقائق، فهو تركيز عالي ديال الشعراوي اللي قام بالتغطيه من بعد يقوم بادوار دفاعيه وادوار هجوميه. الشعراوي فصراحه فاللاعب الشعراوي من منذ انطلاق الدوره فهو لاعب متميز، ونتمنوا له التوفيق في هذه المقابله ان شاء الله. يقول ان الكره الى خارج الخط الجانبي للملعب، الشعراوي بانقاذ ديال اللاعبين المحترفين ممتازه، كاين بالامكان الاستفاده منها، ممكن الاستفاده منها، خصوصا ان 10 دقائق كنظن بان الناخب الوطني فهو شاف بان المنتخب الانغولي فهو ضاغط شيئا ما في هذوك. مازال دفاع متقدم من المنتخب الانغولي، عمليه التعامل مع هذا الدفاع المتقدم من جانب المنتخب الوطني المغربي من خلال اللاعب على الدار ديال اللاعبين. محاوله ممتازه، بلال البقالي كان قريب من وضع الكره في المرمى، العمليه ديالو كانت جيده، الاسلوب اللي مسك من خلاله الكره كان جيد مع المنتخب الانغولي في الدفاع. اهم شيء مادام ان الكره عندنا، وخاصه حنا كنقوموا الان بخطه ديال لاعب طائر. كره ممتازه، محاوله قائم، كره جديد، فرصه مغربيه، وكيضيع هدف محقق للمنتخب الوطني المغربي، كيضيع هدف محقق. اليوم الحظ يعاندنا هشام صراحه، فكانت ممكن تعطينا هدف، تمريرات جميله. هنايا كنشوفوا كيفاش تهيأ سفيان مسرار، والكره الثانيه اللي جات امثال، لكن والمسرار كرة الصلاة. دريس رئيس فني، محاولة هجومية، فرصة ديال الهدف، كيضيع هدف محقق المنتخب الوطني المغربي في الكرة الماضية. الحارس ديال المنتخب انغولا عانى كثيرا، ولكن التركيز ديالو خلاه انه يعاون ويساند اللاعبين الانغوليين. كرة الحارس منهزم تماما، والدفاع كيقوموا بدفاع اللحمة واحد. ان المنتخب الانغولي فهو ما بقاش كيركز في الدفاع. هدف المنتخب الوطني المغربي، هدف عن طريق ادريس رئيس فني بمترابطات جيده، عمليه جيده، وهذه الخطه ديال اللاعب طائر ملي
كتنجح كتعطي المفعول ديالها بهذا الشكل هذا، ولو انها مغامره كبيره، لكن الدقيق الان كينجح في هذه الخطه هذه، راهن على هذه الخطه وجاتنا الهدف. لاحظ معايا ان اللاعب اللي عنده القميص ديال الحارس اللي هو دريس رئيس فني، وهذه هي الخطه ديال اللاعب الطائر ودريس رئيس فني كيوضع الكره في المرمى. كره ممتازه، المنتخب الوطني المغربي عن طريق المسرير الرائع. مسرير ينشر السرور، ينشر السرور في المدرجات في كل الارجاء، لكل المتابعين، لكل المشاهدين. المنتخب الوطني المغربي يتقدم 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. هذه الاهداف هشام هي اللي غتخلينا اننا نزيدوا بعزيمه طموح، وتخلي المنتخب الانغولي انه يرجع لتامين المنطقه ديالو الدفاعيه، يعود التقدم في الوقت اللي كنشوفوا هنا الطريقه ديال التمرير والطريقه ديال تسجيل الاهداف، ودائما خطه اللاعب ليه طيله الشوط خصوصا الطريقه كره ديال عند اسماعيل. فرصه محاوله ممتازه، العارضه الافقيه تنوب عن الحارس، وماشي اول مره كتلمس الكره العارضه او القائم. فعثمان كره عند الشعراوي، يلا الشعراوي كينزل الكره ديالو، يحاول يصوب الشعراوي تصويبه، الحارس ما كان مناسب. هذا هو الخيار اللي كان متاح للشعراوي، قام بالتصويبه ومشات مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. النتيجه بهدف، وبالتالي الا كان شي هدف ثاني هجمه مرتده اسماعيل كورتو مشات بعيد ثانيا، خصوصا بعد 4 دقائق اللي كيحاول اسماعيل مازال كيطلق عمليه هجوميه، محاوله مغربيه، فرصه داخل منطقه الجزاء، والشعراوي كان قريب من وضع الكره في الشباك على طيله السنه، فبالتالي باش يكون عندك الثقه وتسجل بها قويه هذه المنتخب الانغولي، وتشتغل بهذه الخطه في النهائي، فهذا شيء جميل. مره اخرى هذه صعيبه التغطيه والانقاذ من جانب بوريت، وبالتالي فغادي نشوفوا تمريره ممتازه، بوريت كان قريب من الهدف الثاني ليه. كيتقدم الشعراوي يحاول يصوب والهدف لا يضيع الهدف. غير محظوظين اليوم في هذا الهدف هشام. شوف الطريقه كيفاش ضاعت الكره هذه، فوقت مستقطع عمليه الهجوميه ديالو، ونشوفوا اهداف اخرى. اكيد، فانا تكلمت على المجهود البدني. شوف معنا المحاوله كترتب القائم والهدف، هدف رابع المنتخب الوطني المغربي، فهو اللي كيقدر يعطينا اهداف. ربما المنتخب الانغولي فهو حاول يدافع في النقص العددي، فهو فشفنا حتى الوقت المستقطع. صعيبه هذه، صعيبه. اوه الكره ضيعه، هذه من اصعب